بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، رمضان مبارك علينا كلنا. ربنا يا رب يجعله كده شهر مبارك على الأمة الإسلامية جميعا يا رب، ويجعلنا من عتقائه من النار ويعيننا فيه على طاعته وحسن عبادته. طبعا واضح من الفيديو بتاعنا النهاردة إنها القرص الفلاحي الطرية السادة. يا سلام طبعا كده لما بنعملها وناكلها الصبح مع كوباية شاي بلبن. أنا طبعا مصورة الفيديو ده كان قبل رمضان، كنت عاملاها قبل رمضان، فبتبقى حلوة معانا على الفطار مع شاي بلبن أو جبنة، فطار سريع. وطبعا ولاد هم رايحين المدرسة برضو بتبقى فطار سريع. وفي رمضان طبعا على السحور أو سناكس بين الفطار والسحور. معانا هنستعرض كده مكوناتنا. معانا 2 كيلو دقيق، كوباية سمن بلدي، وكوباية زيت، ممكن نستخدم سمن بلدي بس. معانا كمية من السمسم وكمية من حبة البركة، ومعانا نص معلقة ملح، ومعانا باكو خميرة ومعلقة كبيرة سكر. بخلط الخميرة على السكر وشوية مية دافية كده واسيبهم على جنب يتفاعلوا عشان اتأكد من انها شغالة. وبحط السمسم بتاعنا احمصه. يا ريت يا جماعة نحمص السمسم احنا بنفسنا، بتكون افضل لما اجيبه كده وبيبقى زي الطازة. بعد كده هحط السمن والزيت. احط الزيت الاول يقدح، السمنة مقدوحة طبعا من قبل كده مسيحاها في البيت. لما اطفي على الزيت بنزل بالسمن، ولما اطفي عليهم طبعا بنزل باللبن بالراحة. اللبن بيكون بارد وهم بيكونوا سخنين، فنخلي بالنا علشان الخطوة دي بيفور فيها اللبن، ناخد بالنا. بعد كده هخلط المكونات الجافة كلها، الملح والسمسم وحبة البركة، وانزل بالدقيق في وعاء كده ايه كبير علشان اقدر اعجن فيه القرص. هحط المادة الدهنية والسوائل بتاعتنا، 4 كوبايات لبن على كوبايتين سمن، بياخدوا 2 كيلو دقيق. ممكن ياخد الدقيق كله وممكن ما ياخدوش كله، حسب نوع الدقيق اللي انا بشتغل بيه، ودي بيختلف طبعا من بلد لبلد كمان. هفضل احط حبة دقيق شوية بشوية، وطبعا بنزل بالخميرة بعد ما العجينة تهدى مش وهي سخنة، علشان الخميرة ما تفسدش معايا. العجينة لما توصل للقوام ده لينة، ومش لينة قوي ولا جامدة قوي. اسيبها ترتاح كده 10 دقايق بس، واكورها بقى حسب حجم القرصة اللي انا عايزاه. اخليها يعني حجم معقول كده متوسط، اكورها واسويها من فوق وتحت ميبقاش فيها اي تشققات، واحطها. ولما اخلص التكوير بغطيها، لازم اغطيها كل خطوة بعملها بغطيها. اول ما تخلص التكوير معايا ببدأ باول كورة عملتها، ابططها وافردها زي ما انتوا عايزين كده. العجينة طرية مش محتاجة ابدا نشابة، سهلة وبتتفرد معايا. طالما ارتاحت بعد التكوير هتتفرد معايا، بس لازم اغطيها عشان ما تعملش طبقة ناشفة من الوش كده. وبرص بقى جنبي في صاج كده، يا اما صاج الفرن على طول، عامله الصاج بتاع الفرن اللي هحط فيه. وبعد كده افرض ان انا عامله كميه كبيره وما عنديش كميات، مش هجيب صواني كتير للفرن يعني. بملى الصاجان بتاع الفرن، سواء 2 أو 3 أو أكتر. وبجيب صاج كبير أو بفرش حاجة كده، يعني مفرش نضيف، وأرص عليه، أو صينية كبيرة ما بستخدمهاش، أو اللي عنده طبلية يرص عليها، أو ترابيزة يفرد عليها مفرش كده ويرص عليها. بحط قرصة تحت ووشها فوق، يعني أعراها تحت على الصاج ووشها فوق، وأحط فوقها قرص تاني زي ما أنا بعمل كده بالظبط، يعني قرصة وشها القرصة، فاهمين كده؟ قرصتين وشهم لبعض، ما بيجرالهمش حاجة. بعد ما بغطيهم، بعد ما اخلص الكمية ويرتاحوا، واسحب منهم بقى وارص في صاج الفرن. يعني خلاص انا صاجان الفرن استوت جوه، طلعتها، ارص بقى اخد منهم. بس المهم ما سيبهاش تخمر معايا قوي، لو خمرت معايا قوي هتبوظ مني. طبعا الخمر ده على حسب بقى، ممكن تاخد لها ربع ساعة نص ساعة، حسب حرارة الجو اللي هي فيه، شتاء وصيف هتختلف. انا في المطبخ والمطبخ سخن هتختلف برضه. المهم لما الاقي حجمها كده زاد شوية، مش كتير علشان ما تبص مني وتفتح مني، اهي زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما اخلص بقى، في ناس بتبقى فرنها بينشف، يعني الفرن بتاعي بينشف لو سويت فيه القرص من فوق لتحت من الاول للاخر بتنشف القرص معايا. فالحل ان احنا بقى نسوي قعر القرص على طاسة تكون تيفال ما بيلصقش فيها الاكل. اسخنها كويس ومن غير ما ادهن مادة دهنية ولا اي حاجة، القرص فيها المادة الدهنية فمش هتلزق. بعد ما تسخن الطاسة برص على القرص عليها على البوتاجاز من فوق. لما تاخد القعر بتاعها اللون بتاعها الجميل ده، اروح مطلعاها ورصها في صاج او في صينيه وادخلها في شوايه تحت الفرن. يكون الفرن حامي من قبلها يا جماعه، لازم الفرن يكون حامي من قبلها. بس بخلص بقى الكميه بتاعتي،
كل ما اطلع بقى طاستين او حاجه برصهم في الصاج، يعني حسب ما الصاج هيستوعب، وادخلهم تحت الشوايه، وهبقى اوريكم شكلهم بعدين بعد ما تخرج من الفرن. هيبقى عندي واقلبها على طول لان ما بتاخدش وقت، بس النار تكون متوسطه مش عاليه عشان ما تتحرقش فوق. بعد ما تاخد بقى اللون بتاعها الجميل اللي احنا عايزينه من القعر من تحت، برصها في الصاج وادخلها في الفرن. اهو نشوفها معاكم اهي، اللون جميل. بدخلها بقى وادخلها تحت الشوايه، ارصها في صينيه تانية وادخلها تحت الشوايه. هنشوف مع بعض. دلوقتي الصاج بتاعنا اللي هسويه من الاول للاخر في الفرن ده، هدخله في الفرن على درجة حرارة 200 او 250 حسب درجة حرارة فرني. هياخد وش جميل من تحت كده زي ما هنشوف، وهنطلعه تحت الشواية فوق. وبعد كده اول ما ياخد اللون الحلو برضو اللي فوق، هطلعه على طول واغطيه بعدها شوية علشان ما ينشفش. نخلص كل الكمية اهي، دي شكلها النهائي بعد ما خلصت. ده اللي متسوي في الفرن من اول للاخر، طرية زي القطن ما شاء الله، ومنفوشة وجميلة جدا. شوفوا لونها من فوق وتحت عامل ازاي، وشوفوا قلبها عامل ازاي، هشة وجميلة. ودي بقى اللي احنا سويناها، الاربعة اللي احنا سويناها قعرهم على الطاسة وبعدين دخلناهم تحت الشواية، برضو شكلهم جميل وطرية معايا، وخدت لون من فوق وتحت جميل قوي، شايفين؟ وطرية وقلبها من جوه كمان ما شاء الله، قبت وقلبها كمان زي القطن كلها. لو عجبتكم اشتركوا في القناة وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. قناة أكلات سنة. أشوفكم في فيديو تاني، في أمان الله.